على هذه المبادئ وهذه القيم فلا تعمر. هذا التاريخ يثبت ذلك. الدولة الوظيفية أو الدول الوظيفية التي تأسست على أنقاض الاستعمار أو فرض وجودها، هذه الدول ليس لها إرث تاريخي وإرث حضاري تسلمه الآخرين. الأمثلة موجودة. من هذا الباب قلنا يعني إفريقيا للأفارقة، ومن هذا الباب أيضا التضامن الإنساني الذي تقوم به الجزائر حينما مسحت الدول، هكذا يجب أن ينظر إليها، وليس يمكن أن ينظر إليها. لكن طرف آخر قام بذلك ما يسمى بشراء الذمم، حينما كانت الحقائب تسلم في باريس إلى النواب في عهدة ماضية. هذه ليست مساعدات للشعوب الإفريقية. هذه تعتبر شراء للذمم لبعض الأوساط من النواب لإيقاف التحرر، الفكر التحرري. ولكن نحن نأتي الآن في وقت انقراض أو دعنا نقول الحالة الجمود أو إضمحلال، هذا هو التعبير المناسب، إضمحلال المؤسسات الإقليمية والدولية، بداية من الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الاتحاد الإفريقي. يعني قد يقول البعض الاتحاد الأوروبي. تعرف البعض الآن يرفع سياسات الجزائر أولا. يعني ما دخلنا نحن في معارك إفريقية، ندخل في حرب هنا، خلافات هنالك، نحصل على منصب رئيس الاتحاد الإفريقي، البرلمان الإفريقي، منصب نائب المفوض الإفريقي. كل هذا في نهاية المطاف إنما هو بعثرة للجهود، في حين أن الجزائر أولا كان من المفروض أن يكون هذا هو المبدأ الأساسي. يعني هذه النظرة أيضا كيف يمكن الرد عليها؟ بكل بساطة الآن أتكلم عن الزاوية الأخرى التي ينظر إليها للجزائر من طرف الإعلام الغربي، من طرف الإعلام العالمي. الزيارة الأخيرة التي قام بها الباب الرابع عشر إلى الجزائر أعطت صورة واضحة عن جزائر اليوم، جزائر عبد المجيد تبون، جزائر بعد الحراك، التي أصبحت اليوم يعني صورتها أكثر من 2 مليار فاصل 5 مسيحي شاهد الجزائر الحقيقية وتطلع عن تاريخ الجزائر من خلال تصريح واحد للباب. أيضا خلال الزيارات اللا متناهية من طرف مسؤولين أوروبيين للدول الكبرى للجزائر، من طرف الإشادة بالمجموعة الدولية للدور الذي قامت به الجزائر في مجلس الأمم المتحدة خاصة بقضية فلسطين، وحذرت المجموعة الدولية ولا دولة قامت بها من العالم الثالث أو دولة أخرى تجرأت ما عدا كولومبيا وجنوب إفريقيا التي قامت بنفس الخطوة في محكمة العدل الدولية. الجزائر بهذه المبادئ أصبحت تنير طريق الإنسانية التي وقعت اليوم في مأزق بين إيديولوجيتين: الإيديولوجية الظاهرية وهي حقوق الإنسان، القانون الدولي، العلاقات بين الدول تسيرها القوانين والأعراف، والمنطق الثاني هو منطق الفوضى، منطق القوة التي لا تعترف بهذا القانون. فأين تتموقع؟ الجزائر تموقعت في الإيديولوجية الأولى وتدافع عنها بكل شراسة، وهذا جعل منها دولة قيادية ليس فقط لإفريقيا، التي أعادت الثقة لأبناء إفريقيا. حينما زار رئيس أوروبي، لو نتكلم هذا نتكلم على اسمه، في إفريقيا وتحدث مع الشباب هذا الأجيال الإفريقية وقال لهم بأن نعدكم بأن نكثف من تعاون وتبادل الخبرات ماذا كان رد هؤلاء هذا الجيل؟ قالوا لهم: نحن لا نريد التعاون معكم، بل نريد أن نتحرر من نفوذكم ونستغل نحن ثرواتنا وخيراتنا وأفكارنا. هذا هو الذي كان الرد، وهذا تدافع عنه الجزائر. ما فعلته الجزائر في الأمم المتحدة عندما كانت عضو غير دائم أيضا. أكيد. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بإصلاح هذه المنظومة القارية. ذكرت منذ قليل منظمتين أو 3 حتى البرلمان نفسه. لماذا؟ لأنه ذكر الأستاذ منذ قليل قال لما في وقت من الأوقات يعني كان البرلمان هذا ليس له لا رأس ولا شيء، كان ضحية مشروع تفريقه وتقسيمه. دخل حينما عاد نظام المخزن إلى الاتحاد الإفريقي الذي غاب عنه لسنوات عديدة حينما كان في مجلس التعاون الخليجي، وعاد إلى هذا البرلمان، عاد
تقسيم وتفكيك البرلمان، ودخل بمشروع أولا إدخال الكيان الصهيوني الإسرائيلي وإعطائه مقعد الملاحظ. هذا ما لم تقبله الجزائر وما لم تقبله العديد من الدول الإفريقية، وكان الضربة الأولى التي قدمتها الجزائر دبلوماسيا من داخل البيت الإفريقي. ثانيا، الرسالة الثانية أنها قطعت دبر شراء الذمم، وبالتالي فأصبح من الضروري جدا أن البرلمان الإفريقي يسهر على من يخدم لصالح إفريقيا ومن هو صحيح. يحطم إفريقيا من وهذه الداخل. الضربة التي تلقاها المغرب الآن في الانتخابات، يعني عندما يترشح أمام مرشح صحراوي، هذا يعني أي مصداقية الآن لتدافع عن قضية الصحراء؟ هذا خير دليل على أنك تشارك الصحراء الأموال التي صرفت من أجل شراء ذمم النواب الذين يصوتون على هذا المخزن، صح. بل صوتت ضمائرهم. هم قاموا بحملة قذرة بالمناسبة قبل الانتخابات والتصويت، ولكن فشلوا. ثانيا، أنت عندما تقبل المنافسة مع مرشح صحراوي يعني أنك تقر بوجود أكيد. الصحراء الغربية كأنها يعني طرف مستقل، فكيف يمكن ازدواجية الصور، ازدواجية المعايير ليست ثقافة جزائرية، وهذا هو المشكلة.